هاي جايز، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا. طبختنا اليوم جلاش باللحمه المفرومه زي ما انتم شايفين، لحمه مفرومه بفلفل الوان. بس قبل ما نبدا ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب، اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا على المقادير. اول حاجه هنا معانا ربطه جلاش، ومعانا زيت على سمن، ومعانا لحمه مفرومه بفلفل الوان احمر او اي فلفل الوان او زيتون. ويلا بينا. اول حاجه ندهن الصينيه بتاعتنا اهو بالزيت والسمن. اول حاجه بعد ما حطينا هندهنها تاني. بعد ما دهناها تاني اهو نحط وندهن. طبعا بناخد نص الكمية، وبعد كده نحط اللحمة المفرومة وناخد نص الكمية التاني. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. دلوقتي هننزل باللحمة المفرومة. وبعد كده نفردهم في الصينية. بعد ما فردنا اللحمة المفرومة في الصينية هننزل بنص الكمية التانيين. اخر واحدة معانا اهي. زي ما انتم شايفين ده الشكل النهائي. جمدان يا جدعان. بالنسبة للمقادير اللي هنحطها على واجهة الصينية، معانا هنا بيضة، معانا لبن اهو، معانا ملح وفلفل اسود. اول حاجة هنقلب البيضة ونحط عليها ملح وفلفل اسود. اول حاجة هننزل باللبن. تاني حاجة البيضة بعد ما نقلبها ونحط عليها ملح وفلفل اسود. ونقلب. بعد ما قلبناهم هنسقي الصينية زي ما انتم شايفين. وبعد كده نسقي الصينية من كل جنب اهو.
زي ما انتم شايفين ده الشكل النهائي. بعد كده هندخلها الفرن ونرجع لكم بالشكل النهائي، انتظرونا. ورجعنا لكم بالشكل النهائي ويلا ندوق. الله، كده يكون خلصنا الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. قبل ما ننهي الفيديو متنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب، اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.